واخيرا محمد صلاح بيفتح النار على ارن سلوت مع الصحفيين وبيطلب من والدته حضور مباراة برايتون القادمة لعلها تكون اخر مباراة له مع الجماهير في ملعب أنفيلد. بس قبل اي حاجه، لو انت مهتم باخبار نجم العالمي محمد صلاح اعمل اشتراك دلوقتي في القناه عشان يوصل ليك كل جديد. بعد مباراه ليفربول وليدز يونايتد واللي انتهت 3-3، محمد صلاح بعد المباراه اتقابل مع الصحفيين وصرح بتصريحات ناريه وطويله. محمد صلاح فتح النار على مدربه ارني سلوت بعد ما فضل يقعدوا على الدكه اخر 3 ماتشات في الدوري واخرهم تعادل ليفربول قدام ليدز 3-3. صلاح قال بعد الماتش: انا مش قادر اصدق اللي بيحصل، انا محبط جدا، قدمت كتير للنادي والكل شايف ده على مر السنين، خصوصا الموسم اللي فات، ان اكون على الدكه الفتره اللي فاتت مش عارف ليه، حاسس ان النادي بيحملني المسؤوليه والضغط كله عليا، وده احساسي، ده مش مقبول بالنسبه لي، ولو كنت في مكان تاني كان النادي هيحمل اللاعب بتاعه. انا اتقابلت مع المدرب وهو عارف انا حاسس بايه، كنت فاكر ان هجدد وانهي مسيرتي هنا، بس الموضوع مش ماشي على الخطه. قلت قبل كده ان علاقتي بالمدرب كانت كويسه، لكن فجاه ما بقتش موجوده، مش عارف ليه. عملت كتير عشان النادي ده علشان اخد الاحترام اللي استحقه، واكيد مش لازم اقاتل كل يوم على مركزي اللي انا استحقه. الامر غير مقبول بالنسبه لي بصراحه، مش فاهم ليه دايما بيحصل معايا كده، كانهم بيقولوا ان صلاح هو المشكله وانا مش شايف ان انا المشكله. اتصلت بوالدتي وما كانتش تعرف اني مش هبدا قدام ليدز، بس انا كنت عارف. قلت لها: تعالي ماتش برايتون سواء لعبت او لا هنستمتع بالمباراه، هيقولوا ان انا مش اكبر من النادي، وانا فعلا مش اكبر من اي حد، انا بس استحق مركزي، ودي كره قدم. ومن يوم ما جيت وانا مسجل اكتر من اي لاعب في الجيل ده، من يوم ما دخلت الدوري الانجليزي مفيش حد سجل او صنع اهداف اكتر مني، ولو كنت في مكان تاني كان الاعلام هيدافع عني، انا الوحيد اللي ده مش بيحصل معاه. انا فاكر لما هاري كين ما سجلش ال10 ماتشات ولما سجل هدفين، الجميع في وسائل الاعلام كانوا بيقولوا هاري كين هيسجل بالتاكيد، لكن لما الموضوع بيتعلق بيا فالاعلام بيقول لازم يقعد على مقاعد البدلاء. وفي النهايه هنشوف ايه اللي هيحصل. المباراه اللي جايه في انفيلد قدام برايتون، وانا اللي في دماغي اني هستمتع لاني مش عارف المستقبل، وممكن يكون اليوم ده هو بمثابه وداعي للنادي قبل افريقيا. ودي كانت اخر تصريحات النجم العالمي محمد صلاح. نتمنى جميعا للتوفيق، وبالاخص انا حسن سعيد لان انا اتشرفت ان انا قابلت النجم العالمي محمد صلاح عده مرات من ايام نادي روما حتى نادي ليفربول. كده وصلنا للنهايه. لو انت مهتم باخبار النجم العالمي محمد صلاح اعمل متابعه للصفحه عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.